السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنجاوب على سؤال بيدور في دماغ كل محب للأنمي: ليه وان بيس بالذات هو الأشهر والأكثر متابعة في مصر والعالم العربي؟ هل السبب طول الحلقات، ولا الشخصيات، ولا القيم اللي بيوصلها؟ تعالوا نحلل الموضوع سوا ونشوف ليه وان بيس بقى ظاهرة حقيقية. وان بيس بدأ من سنة 1999 ولسه شغال لحد دلوقتي، يعني 20 سنة وأكثر من الحلقات اللي بنكبر معاها. المصريين حبوا وان بيس لأنه ما كانش مجرد موسم وينتهي، لأ، كان رحلة طويلة مستمرة بتخلينا نعيش مع الأبطال سنة ورا سنة. الاستمرارية دي خلت أجيال مختلفة تتعلق بيه، اللي اتفرج وهو طفل واللي بدأ يتفرج دلوقتي على الإنترنت. وان بيس مش قصة خط واحد، لأ، هو عالم كامل، أركات مليانة مغامرات في جزر مختلفة، قصص بتجمع بين الكوميديا، الأكشن، الدراما، وحتى الحزن. كل آرك بيقدم شخصيات جديدة وأحداث غير متوقعة. المصري بطبعه بيحب الحكايات الطويلة اللي فيها تشويق وتشعبات، وده السبب إن وان بيس اتشاف عندنا ملحمة أنمي. الطاقم نفسه هو سر نجاح وان بيس. في مصر الشباب بيتعلقوا بشخصية زي زورو لأنه قوي وما بيستسلمش. البنات بتشوف في نامي نموذج الذكاء والإصرار. ناس تانية بتحب أوسوب لأنه بيجسد الخوف اللي جواه شجاعة في الآخر. التنوع ده بيخلي كل متابع مصري يلاقي نفسه في شخصية معينة. وان بيس مش مجرد أنمي عن قراصنة، هو أنمي عن الصداقة. كل واحد في الطاقم مستعد يضحي بحياته عشان التاني. الحرية، لوفي عايش عشان حلم واحد يبقى حر. الأحلام، كل شخصية عندها حلم وبتقاتل عشانه. المصريين بطبعهم شعب عاطفي وبيحب القصص اللي فيها معاني إنسانية، عشان كده وان بيس وصل لقلوب الناس هنا بسرعة. في مصر الأنمي ما انتشرش بس عن طريق الإنترنت، لا، بدايته كانت من سبيستون وام بي سي 3. بعد كده جت مرحلة النت والتحميل والمشاهدة أونلاين. وان بيس كان من أكتر الأنميات اللي الناس بتدور عليها مترجمة عربي، وده ساعده يبقى في صدارة الترندات لفترة طويلة. في مصر دلوقتي في جروبات ضخمة على الفيسبوك للأنمي، معظم النقاشات فيها عن وان بيس. في مهرجانات كوسبلاي في القاهرة والإسكندرية دايما بنلاقي ناس لابسين زي لوفي وزورو. حتى الميمز على السوشيال ميديا وان بيس ليه نصيب الأسد منها. ببساطة وان بيس بقى مش مجرد أنمي، بقى جزء من ثقافة الأوتاكو في مصر. أكيد في أنميات تانية مشهورة في مصر زي دراغون بول اللي شكل طفولة ناس كتير، ناروتو اللي علمنا الصبر والإصرار، ديمون سلاير اللي انتشر بسرعة رهيبة مؤخرا. لكن الفرق إن وان بيس حافظ على شعبيته على مدار أكتر من 20 سنة، وده اللي مخليه في القمة لحد النهاردة. باختصار، وان بيس هو الأشهر في مصر لأنه رحلة مستمرة مليانة مغامرة، شخصيات متنوعة، قيم إنسانية، وجمهور عاش معاها جيل ورا جيل. وان بيس مش مجرد أنمي، هو ملحمة بتجمع بين الدراما، المغامرة، والضحك، واللي خلاه الأشهر والأقرب لقلوب المصريين. قولولي بقى في الكومنتات، هل شايفين إن وان بيس فعلا يستحق يبقى رقم واحد، ولا عندكم أنمي تاني بتحبوه أكتر؟ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.